اسباب ديال النجاح ديال المشروع ديالك ما تيقتصرش غير على الحرفه بوحدها. ماشي انك تتعرف تصوب ديك الحاجه اللي تتقن، ولكن خاص واحد الامور اللي هي تقنيه وتسييريه. بحالاش اول حاجه خاصني نخدم على الحساب ديال الكلفه، يعني كيفاش ندير لافيش تكنيك ديال البرودوي ديالي. ما نخدمش بعشوائيه. غنشد سواء الا كنت مثلا ما قاريش، ناخذ هي كتاب وسيرو ونتراسي، نكتب دارجه بالعربيه باش ما كان نشد ونقول المصاريف ديالي انا شحال تنصرف على هاد الحلوه. تكون هي مثلا انا تنديرو غريبه، هاد غريبه هادي غنجي غنحسب المصاريف ديالها، شحال تقامت ليا الحبه باش نعرف شحال غنبيعها. هذه اول حاجه. ثاني حاجه الربح تيكون في الشراء، يعني كلما شريت البرودوي بثمن اللي هو ناقص كلما ربحت كثر. ثالث حاجه اللي هي خاصني هو انني نعرف شنو نشري بزاف شنو ما نشريش بزاف. مثلا الحوايج اللي هما تيخسروا لينا نحاول ما امكن ما نشريهمش بزاف، والحوايج اللي هما يمكننا ستوكيوهم وتيكونوا في الثمن ناقص ناخذهم ونخزنهم في شي بلاصه سواء الكونجيلاتور على حسب الكونديسيون ديال ستوكاج ديال ديك البرودوي اللي غتشري. واللي خاصك تعرف عاوتاني كذلك لانه التدبير المالي. هاد التدبير المالي عندي انا واحد بريدجي مثلا ديال 5000 درهم. هاد 5000 درهم تنشد انا منها 3000 درهم هي اللي غندير منها المصاريف ديالي والبروجي ديالي، داكشي اللي غنشري به. واحد 2000 درهم ديما تنخليها لا قدر الله الطوارئ نكسر ليه هنايا واحد البيريود كانت ناقصه. والمهم عاوتاني في هادشي كامل هو الحساب ديال ديك الفترات، لان الفترات ديال البيع ما تيكونوش بحال حالا تنقولوا تنقسموا العام تنقسموا على 3 ولا 4. هاكاك شنو غندير كل المرحله ولا كل بيريود غندير لها الحساب ديالها بوحدها. مثلا في الحلويات ملي تيكون العيد الكبير ولا العيد الصغير تيكون عندي البرودكسيون اكثر، خاصني هنايا فين نسبوكي السلعه و واللي مهم ثاني كذلك اللي هو التسويق. هاد التسويق حاليا حنا في 2024 خاص كل شيء يعرف كيفاش يسوق المنتوج ديالو. اي انني مثلا تندير واحد المنتوج خاصني نعرف الفئه المستهدفه اللي غندي نبيع عليها. مثلا تندير الصابلي ديال 30 درهم ولا ديال 40 درهم، خاصني هاد الفئه ديال 30 درهم و 40 درهم هي اللي نوري لها البرودوي ديالي. مثلا ملي تندير هاد الاعلانات سواء في لي ريزو سوسيو كاملين. واللي مهم في هادشي كامل هو الحساب ديال الربح اللي تتسولوني عليه. وهذا الحساب ديال الربح ما داكشي كلاسيكي اللي هو تنقولوا تنضربوا في 3 ولا في 1. انت دير فيش تكنيك ديالك، حسب الحاجه شحال تقامت لك، حسب كل شيء. ماشي تقول انا نهز من هنا ولا من هنا، كاع داكشي اللي شريتيه حسبه وخرجوا. وهنا تتحدد انت الهامش ديال الربح ديالك سواء كبير سواء صغير. ومن الاحسن يكون الهامش ديال الربح اللي هو قصير وتكون عندي البرودكسيون. واخر حاجه اللي هي مهمه هو انني نحاول ما امكن ديما نطور راسي في داكشي اللي تندير وتنقلب على الجديد باش يمكن لي هكاك يمكن لي نبقى غادي في السوق ونتسهل الله كل شيء ان شاء الله. تبارك الله عليكم.